اوضه المكتب في الدور التاني لسه مليانه رفوف، مليانه كتب، لكن في ركن معين كان في كرسي هزاز واحد. في حكايات بتقول ان الكرسي ده كان لمدرسة تاريخ مصرية بتحب تقعد عليه وتقرا فيه الروايات. بعد ما قفلوا المبنى ده الكرسي فضل موجود، كل مرة حد يفتح الباب يسمع صوت الكرسي بيتهز كأن حد قاعد عليه. اللي جرب يدخل بيقول انه لما بيروح يلمس اي كتاب بيحس بايد بتشده من هدومه. هل كل ده حقيقي ولا مش منطقي؟ بس الحقيقة الوحيدة ان كله اجتمع عليها، لو دخلت المكتبة في المكان ده وفي المدرسة دي اوعى تلمس اي كتاب. كمان بيتقال ان في زاوية مخفية في قلب المدرسة فيها سلم حديد ملفوف بينزل لقبوه تحت الارض، وطبعا زي ما كلنا عارفين الدنيا دايما بتبقى برد تحت الارض بشويه. بيقولوا ان السلم ده كان بيوصل لمسرح صغير موجود تحت المدرسه، كان الطلبه بيتدربوا فيه على المسرحيات. لكن بعد ما قفلوا المبنى اي حد بينزل بيسمع صوت غريب في المكان ده بالذات. واحد اسمه مازن كان بيحكي، بيقول نزلت على السلم بعد 1 2 3 5 خطوات بدأ يسمع مزيكا وصوت طفل بيقول دورك جاي بعدي. مازن جري وطلع ومنزلش هناك تاني لحد النهارده.